السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هقدم لكم النهاردة طريقة المحشي بطريقتي وبالخلطة السرية بتاعتي اللي هتخليكي لما تعملي المحشي بالطريقة بتاعتي تدعيلي بجد. الطريقة ديت والدتي ربنا يديها الصحة ويبارك في عمرها يا رب، هي اللي علمتها لي بجد والطريقة دي بجد أنا أكلت محشي عند ناس كتير بجد مش شكرانية في نفسي. الطريقة دي أجمل وأطعم محشي حتى بشهادة الناس اللي كلت المحشي عندي، قالوا لي بجد طعم المحشي بتاعك بيختلف عن أي طعم إحنا بناكله بره. وجربيها والله والله هتدعي لي بجد. وإن شاء الله هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. هنا إن شاء الله هنبدأ مع بعض. أنا هنا دي فراخ بلدي، أنا اللي مربياها. فأنا نضفتها كويس وغسلتها بالملح ونقعتها زي ما حضراتكم شايفين في مية بليمون بملح بسكر. وزي ما حضراتكم شايفين أنا سايباها تتنقع كويس وهنركنها على جنب. وهنا أنا ده ورق الكرنب أنا كنت مقطعاه ومجهزاه وحطاه في الفريزر، أنا بفرزه بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. وإن شاء الله الطريقة اللي هاقول لكم عليها ديّة هتخلّيكِ أكنِّك لسه جايباه وعاملاه طازة، يعني أكنِّك لسه مقطعاه. الطريقة ديّة يعني أنا يعني بسم الله ما شاء الله أنا باستخدمها على طول، باعملها على طول. وهتشوفي أنا هنا غليت مَيّة في الكاتل وبانزل عليه على طول بمَيّة سخنة زي ما حضراتكم شايفين. دي بتفكّكه كويس جدًا بتصفّيه كويس من المَيّة بعد ما يفُك كويس. بسم الله ما شاء الله أكنِّك لسه جايباه ولسه عاملاه طازة. إحنا هنا هاركنه على جنب وهنسيبه زي ما حضراتكم شايفين. وهنا أنا عندي كنت حاطة المَيّة بتاعة الفراخ. هنا خلاص غليت وإن شاء الله هننزل هنا معايا بصل وطماطم وقرن فلفل حامي أنا باحب أضيفه في الشوربة. وهنا دي البهارات، معلقة بهارات فراخ أو لحمة. وهنا فصين مستكة، هُم ما كانوش باينين كويس بس أنا ضِفت فصين مستكة. وهنا باضيف حبة فلفل أسود صغيّرين. وهنا أنا نزلت بالفراخ زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنسيبها لمّا تستوي مع نفسها كده وإن شاء الله هنكمّل مع بعض باقي الحاجة. بسم الله اللهم بارك. وهنا إن شاء الله هنبدأ نعمل التسبيكة بتاعة المحشي. وده السر يا جماعة اللي أنا قُلت لكم عليه في أول الفيديو. هنا نزلت بالزيت وبمكعبين زبدة. وهنا هانزل بالبصل، أنا مقطّعة بصلتين كبار ناعم. وهنا أنا بانزل بفصّين توم، ده بقى ده سر من الأسرار، يعني دي تَكّة من التَكّات بتاعتي. بانزل بفصّين توم مع البصل أمّا بيقرّب خلاص يبقى دهبي. فبانزل بفصّين توم متقطّعين أو مهروسين أي حاجة. وهنا خلاص أنا البصل جاهز معايا إن أنزل عليه بعصير الطماطم. وعصير الطماطم يا جماعة أنا ضايفة عليه قرنين فلفل أحمر حاميين، عشان برضه أبقى معاكم في كل الخطوات اللي أنا باعملها. زي ما حضراتكم شايفين بانزل على التسبيكة بفلفل أسود وبنُص معلقة كزبرة ناعمة وبنُص معلقة بهارات. وهنا معلقة ملح مبهّر زي ما حضراتكم شايفين. طبعًا الكزبرة بتودّي المحشي في مكان تاني مع الفلفل الأسود والبهارات. وأنا هنا يا جماعة دي صلصة أنا كنت عاملاها وباحطها في الفريزر بافرّزها. بانزل طلّعت كيس باضيفه بقى على الصلصة على الطماطم اللي أنا حطيتها. وهنا خلاص هي اتسبّكت. هنا بقى يا جماعة سر تاني من الأسرار اللي أنا قُلت لكم عليها، وده يعني بفضل والدتي ربنا يديها الصحة. هنا الدقة ديّة توم وجزء من الخضرة اللي أنا مخرّطاها، فبادُقّها مع بعضها في الهون. وزي ما حضراتكم شايفين باضيف نُصّها على التسبيكة زي ما أنتم حضراتكم شايفين كده. والنُص التاني باخلّيه هتشوفوه دلوقتي أنا هاضيفه على الرز بعد ما أغسله. تمام؟
فأنا بقى كده خلاص سبِّكت التسبيكة كويس، وهنا هانزل بنُص الخضرة اللي أنا مقطّعاها. يعني ده بيخلّي المحشي في مكان تاني وفي حتّة تانية يا جماعة. نُص الخضرة بالضبط أنا بانزل على التسبيكة بيها، والنُص التاني برضه باسيبه زي ما هو، برضه هاستخدمه على الرز بعد ما نغسله. زي ما أنتم شايفين، وأنا باسيبها حوالي لمدة دقيقة أو دقيقتين، زي ما بُصّوا منظرها جميل جدًا. بُصّوا شكلها الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنا أنا غسلت الرز. طبعًا الرز أنا مصفّياه كويس من المَيّة. وهنا هانزل بقى بالنُص التاني من التوم بالخضرة اللي أنا دقّاهم مع بعض في الهون. زي ما حضراتكم شايفين، اللي أنا ضِفت نُصّه على التسبيكة وهي بتتسبِّك. هنا بقى هادعك الرز كويس بيها، تشرب منه وبتدّي له ريحة جميلة جدًا. وهنا هانزل ببقية الخضرة اللي قُلت لكم عليها. أنا هنا يا جماعة يعني تصوير التليفون ظالم الحاجة، لإن طبعًا زي ما حضراتكم شايفين الخضرة كان لونها تحفة جميل جدًا. الفيديو يعني بجد التصوير ظالم الحاجات جدًا، لإن الحاجة في الحقيقة ألوانها وشكلها أحلى بكتير أوي من التصوير. وهنا هانزل بالتسبيكة. زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. أنا باخلّي حبّة من التسبيكة يا جماعة، بازوّدها شوربة وأنا بازوّد المحشي بحيث إن تدّي لون جميل للمحشي. وهنا خلاص أنا قلّبت الخلطة كويس، والرز كده جاهز معايا بالخلطة عشان خاطر إيه، إن شاء الله نبدأ في المحشي. وهنا إحنا بنتابع برضه الفراخ مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. أنا هنا هانزل بمعلقة ونُص ملح، لإن أنا كده أنا ضِفت بهارات. فهانزل بمعلقة ونُص ملح الحُدق بتاعها، وكده خلاص باسيبها بتكمّل طياب بيها. وهنا إن شاء الله هنبدأ بإذن الله. أنا حاطة ورق متقطّع أو عروق من الكرنب من تحت، ومقطّعة عليه طماطم زي ما حضراتكم شايفين شرايح. وهنا إن شاء الله هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. الورق أنا مقطّعاه كلّه نفس بالتساوي زي بعضه كلّه يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإن شاء الله يا جماعة والله اللي هتمشي بالخطوات اللي أنا قُلت عليها، اللي هي نُص الخضرة على التسبيكة والنُص التاني على الرز، والتوم برضه أبقى دقّاه النُص على الرز والنُص في التسبيكة. ده بيخلّي الخلطة نفسها طعمها تحفة. بجد اللي هيدوق محشي من إيديكِ والله لا يدعي لِك عليه. وهنا يا جماعة أنا حبيت أورّيكم، أنا دي أول سطر أنا أول صف أنا عملته. أنا هنا باسيب فراغات يا جماعة، أنا باورّيه لكم عشان تبقوا عارفين أنا باعمل إيه. الفراغات دي بتخلّي المحشي يطيب كويس، وما بتخلّيهوش يبقى مكبوس، وتطيّب المحشي كلّه كويس زي بعضه. وهنا أنا الفراخ خلاص طابت، كده خلاص استوت تمام. فأنا بقى هاطلّعها من الشوربة بقى عشان إن شاء الله نسقي مع بعض المحشي. يعني زي ما حضراتكم شايفين اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. وهنا إن شاء الله هن 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 نحط القادر المحشي إن شاء الله نسقي مع بعض الشوربة. وأنا باورّيكم يعني أنا مقفّلة كل الحاجات كويس مع بعضيها، يعني مش شايف يعني الصوابع كلّها مع بعضها بحيث إن ما تبقى. وهنا أنا اتبقى معايا رز، فجِبت فلفل قرون من اللي هي الباردة، وقرون فلفل عادية، وعملت بيها زي ما حضراتكم شايفين كده كمّلت محشي بيها. وإن شاء الله هنا هنسقي مع بعض. وهنا الصلصة اللي أنا قُلت لكم عليها إن أنا باسيب جزء عشان خاطر أزوّد عليه الشوربة اللي أنا هاسقى بيها المحشي. هنا أنا بازوّد الشوربة زي ما حضراتكم شايفين، وكده الشوربة جاهزة معايا، مضبّطة الحُدق بتاعها ومضبّطة كل حاجة تمام.
انا هنا هشيل الطبق اللي انا كنت حطاه، وهنا هكمل يعني هظبط القعد زي ما حضراتكم شايفين معاكم كده تمام. لازم تسيبي الطبقة اللي فوق يكون الصوابع بتاعتها تكون باينة كده، ما تكونش عليها حاجة من الشوربة، علشان خاطر المحشي يبقى مفرفر معاك وما يبقاش يعني ما يبقاش تحس ان هو طري وفيه ميه كتير. كده تمام زي ما حضراتكم شايفين، وان شاء الله هنحطه على النار. هنا يا جماعة اللي انا حبيت اوريكم محشي الكرنب، هنا خلاص هو ابتدى يغلي، فانا بقى هوطي عليه النار خالص وهسيبه ايه لحد ما يخلص سوا ونشوفه مع بعض. وهنا انا سايبه المحشي زي ما قلت لكم يكمل طياب على النار. انا هنا ان شاء الله هدخل الفراخ الفرن. انا يا جماعه بحب احمر الفراخ في الفرن علشان مش بحب احمرها في الزيت فبتاخد دهون كتير. لا انا بحب عشان تبقى صحيه، بحب ايه احطها في الفرن كده تتحمر في الفرن افضل بكتير يعني، بحيث انها ما تبقاش يعني تبقى تقيله على اي حد تتعبه وكده. ده معانا مكعب زبده، انا بحب كده ادهن الفراخ كويس بيه، بيديها لون جميل. وان شاء الله هنشوفها مع بعض بعد ما اطلعها من الفرن ان شاء الله. انا هنا بدهنها كويس. وهنا يا جماعة بعد ما خلصت خلاص، يعني بصوا الجمال، بصوا الالوان بتاعتها، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. اجمل من التحمير في الزيت والزبدة، يعني صحية من ناحية، يعني من ناحية كصحية، صحية اكتر بكتير. يعني بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده اللون والشكل تحفة يفتح النفس بجد يعني. وهنا يا جماعة خلاص المحشي استوى معانا، وان شاء الله هنغرف مع بعض. بصوا زي ما انتم شايفين، ما فيش رز طالع في الحروف، ما فيش اي حاجة، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنا ان شاء الله هننزل بيه، شايفين نازل، بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله. ده بقى الميزة في ان حضرتك تخلي ما بين الصوابع وبعضها تكون في تهوية وما يكونش مزنق في بعضه، زي ما انت شايفاه كده نازل بسم الله ما شاء الله، يعني ورا بعض واحدة بوحدتها، يعني جميل جدا. بصوا الجمال وبصوا الشكل، يعني يفتح النفس بجد. والله يا جماعة الكاميرا بجد، التليفون ظالم الشكل الحقيقي معانا بجد. شايفين الجمال؟ يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما حضراتكم شايفين. هنا بعد ما خلصنا، وهنا معاه شوربة لسان العصفور وسلطة، وهنا الفلفل اللي احنا عملناه مع بعض. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بجد جربوا الطريقة زي ما قلت لكم، والله هتدعوا لي عليها. واللي تجربها وتعجبها بالله عليكم تكتب لي في التعليقات وتقول لي بجد هي لقيتها عاملة ازاي. يا رب ان شاء الله كده يكون الاكل عجبكم. وان شاء الله لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش الشير يا جماعة، لان الشير هو اللي هيساعد ان الفيديو يتنشر كتير يعني وناس كتير تشوفه، وهيساعد ان حضرتك يوصل لك او يوصل لك الفيديوهات اللي انا هعملها جديدة ان شاء الله. يعني يا ريت بجد تشيروا الفيديوهات علشان خاطر ان شاء الله كل جديد هعمله يوصل لكم بإذن الله. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.